حالات النحافة هتعمل ايه في رمضان؟ انتوا يا غلابة هتصوموا ازاي؟ وهتاخدوا فاتح الشهية اللي بيأكل ازاي؟ ركز في كل كلمة في الفيديو. اول ما اذان المغرب يأذن هتاخد 3 تمرات، تاخد الترياكتين وتستنى ربع ساعة، تفطر كويس، وبعد الفطار هتاخد الفيتامين الفيروجلوبين او الفيتا ماونت. قبل صلاة التراويح هتاخد القرص التاني من الترياكتين. طلع غلك في الاكل، انطلق. وبعد الوجبة دي هتاخد الفيتامين التاني الكالماج او الاوستيوكير. قبل وجبة السحور هتاخد علاج عسر الهضم. بس كده، ده موضوع النحافه والروشته اللي انا شرحتها قبل كده بمنتهى البساطه. الناس اللي بتاخد البرافوتين اللي بيرفع مخزون الحديد هيتاخد 2 كيس على ربع كوبايه لبن قبل وجبه السحور بنص ساعه. الناس اللي بتاخد فيتامين د يتاخد عادي في الصيام اي وقت على مدار اليوم. ما تنسوش ممنوع ناخد ترياكتين قبل السحور عشان هتقوموا الظهر تتغدوا عادي وتنسوا انكم كنتوا صايمين. الفتره اللي من اذان المغرب لاذان الفجر مطلوب انك تاكل كل شويه وتشرب كل شويه. كلوا كميات واستغلوا رمضان ان انتوا تقووا الكتله العضليه وتاكلوا اكل صحي اكتر. مفيش مشكله لو بوظنا شويه في السعرات وطلعنا بره السياق، ما هو الصيام اصلا في 12 ل 13 ساعه هيحرقوا الدهون الضاره اللي انت هتاخدها. بس اوعى تنسى نصيبك من الميه عشان اصلا منسوب الميه في جسمك قليل، فلو ما شربتوش بالليل كتير طول النهار هتبقوا مجهدين وتعبانين. ونشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.